أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وإليكم أبرز عناوين النشرة. الفدائي يكثف استعداداته للحدث الآسيوي ويتعادل مع التنين الصيني بدون أهداف. بيرزيت ودلسال القدس في نهائي كأس فلسطين لكرة السلة، والجودو وبناء الأجسام يتوجان أبطال عام 2014. للمرة الأولى في تاريخه ريال مدريد يتوج بلقب كأس العالم للأندية. في التفاصيل وضمن استعداداته المكثفة لنهائيات كأس آسيا والمقررة مطلع العام المقبل في أستراليا، خاض المنتخب الوطني الأول مؤخرا 3 لقاءات تحضيرية. منتخبنا الوطني تعادل بدون أهداف مع نظيره الصيني في اللقاء الذي احتضنته مدينة شانوي جنوبي الصين. وكان الفدائي قد خسر أمام منتخب أوزبكستان في دبي بهدف وحيد قبل أن يتعادل سلبا مع فيلدا يونايتد بطل الدوري الماليزي. هذا ومن المفترض أن يخوض منتخبنا لقاء وديا أخيرا أمام المنتخب الإيراني قبل السفر إلى أستراليا أواخر الشهر الجاري. انفرد خدمات رفح بصدارة الترتيب العام لدوري الدرجة الممتازة في المحافظات الجنوبية إثر فوزه الشاق على ضيفه الجمعية الإسلامية بهدف وحيد برسم الجولة الخامسة من زمن المسابقة. ورفع الخدمات الرفحي رصيده النقطي إلى 11 في حين توقف رصيد الجمعية عند النقطة 7. هذا ويتقاسم فريقا اتحاد خان يونس والهلال المركز الثاني ب10 نقاط بعد التعادل الأول مع الشاطئ بهدف لمثله، والثاني بذات النتيجة أمام الشجاعية. هنأ السيد الرئيس محمود عباس نادي فلسطين تشيلي لتأهله إلى بطولة كأس ليبرتادوريس، أقوى بطولات قارة أمريكا الجنوبية بكرة القدم بعد غياب دام ل35 عاما. وضمن نادي فلسطين ممثل الجالية الفلسطينية في تشيلي والتي تقدر ب500,000 نسمة، ضمن تأهله بعد سحقه لمنافسه سانتياغو واندورز وصيف الدوري تشيلي ب9 أهداف لهدفين في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب. ويأتي تأهل نادي بالستينو كما يلفظ بالإسبانية بعد 35 عاما من الغياب عن البطولات القارية. تأهل فريق آنسات سرية رام الله إلى الدوري قبل النهائي من بطولة كأس رئيس اتحاد الكرة بعد تصدره المجموعة الأولى ب6 نقاط، وذلك إثر فوزه على شابات تلكرم ب16 هدفا مقابل لا شيء لحساب الجولة الثانية من المسابقة، في حين تصدر أرثوذكسي ثقافي بيت صحور مجموعته الثانية ب4 نقاط بعد تعادله مع ديار بيت لحم بهدفين لمثلهما. وتختتم منافسات دور المجموعات الجمعة المقبل بإقامة لقاءين 2 لحساب الجولة الثالثة، الأول يجمع بين شابات تلكرم ومؤسسة البيرة، والثاني بين العيسوية وديار بيت لحم. يذكر أن أول وثاني كل مجموعة يتأهل للمربع الذهبي. دعا اللواء جبريل رجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية لمعاقبة إسرائيل وإظهار الكرت الأحمر في وجهها بعد منعها للاعبين الفلسطينيين من السفر للمشاركة في بطولات دولية. جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده اللواء رجوب ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم والأمير طلال بن بندر رئيس الاتحاد العربي للجان الأولمبية مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للفيفا في مدينة مراكش المغربية. وقال الشيخ بن إبراهيم أن السيد بلاتر أبدى تفهما واضحا للمعاناة التي تتكبدها كرة القدم الفلسطينية بفعل الممارسات الإسرائيلية المنافية لكل المواثيق والأعراف الدولية، وأن الموضوع سيطرح خلال الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي للفيفا. توج فريق أمن وطني سلفيت بلقب بطولة كأس قائد قوات الأمن الوطني بنسخته الرابعة بعد تغلبه على فريق أمن وطني تلكرم ب2-1 في المباراة النهائية التي جرت أمس بمدينة البيرة. وشارك في البطولة التي ينظمها الاتحاد العام للرياضة العسكرية 9 فرق قسموا على مجموعتين، وقد لعبت البطولة بنظام نصف دوري. قوات الأمن الوطني تدعم هذه المباريات لأنها تعتبر هي تواصل بين الجناح العسكري بشكل عام
وأيضا العسكري هو لياقة ذهنية بالإضافة إلى اللياقة البدنية. البطولة في تطور مستمر، يعني من 4 سنوات كانت البطولة الأولى لكأس قائد القوات. يعني إذا بنلاحظ إذا بننظر إلى مستوى اللاعبين مرتفع جدا جدا في هذه البطولة. تتجه الأنظار بعد ساعة من الآن صوب صالة العمل الكاثوليكي في مدينة بيت لحم، حيث نهائي كأس فلسطين بكرة السلة، والذي يجمع فريقي دلسال القدس وبيرزيت. هبة عريقات وكل التفاصيل. سيكون عشاق الكرة البرتقالية على موعد مع الإثارة في المباراة النهائية لبطولة كأس فلسطين لكرة السلة للموسم 2014، والتي تجمع فريقي دلسال القدس وبيرزيت اليوم الثلاثاء على صالة سرية رام الله. وبتحقيق الفريقان نتائج ومستويات جيدة في البطولة حتى الآن يجعل التكهن بالفائز صعبا، سيما وأنه لا توجد فروقات واضحة بين الفريقين. ويدخل فريق بيرزيت حامل لقب الدوري للموسم الحالي اللقاء وفي نيته إثبات علو كعبه هذا الموسم، حيث قاد اللاعبان إسلام عباس وعيسى كامل فريقهم للتفوق في اللقاءات الأربع التي خاضها بيرزيت في البطولة. وفي المقابل ستكون فرصة دلسال القدس للحفاظ على لقبه الذي ناله الموسم الماضي حافزا آخرا للفريق المقدسي للمنافسة على اللقب، معتمدا بذلك على موسى بشير وسليم سكاكيني الذي يعول عليهما الفريق لصناعة الفارق. وتعتبر نتائج الفريق في البطولة مبشرة بالنسبة للجماهير. جدير بالذكر أن 14 فريقا شارك في النسخة الحالية للبطولة، والتي بدأت في 21 من الشهر الماضي، والتي تعتبر البطولة الختامية للموسم 2014، وأيضا كبطولة استعدادية لفرق الدرجة الممتازة قبل انطلاق الدوري الشهر المقبل. وضع رافي عصفور قائد المنتخب الوطني للكرة الطائرة سابقا ونادي سنجل حدا لمسيرته الرياضية كلاعب. اعتزال عصفور البالغ من العمر 35 عاما جاء بعد أكثر من عقدين داخل ملاعب كرة الطائرة، حيث لم يلعب عصفور سوى لنادي سنجل، محققا معه أكثر من 15 لقبا محليا. وقد ارتدى عصفور زي المنتخب الوطني منذ العام 95، إذ يعتبر أكثر لاعب فلسطيني مثل المنتخب بواقع 66 مباراة دولية. صالة جامعة بيرزيت احتضنت مباراة اعتزال النجم الكبير، والتي جمعت بين نادي سنجل الذي مثله عصفور ونجم المنتخب الوطني وسط حضور حشد جماهيري كبير وعدد من الشخصيات الرياضية والاعتبارية. تركنا ورانا إرث كبير بنفتخر فيه، بنعتز فيه. الرياضة بتعرف في ساعات فرح ساعات حزن، كنا ذكنا جميع حزنها وفرحها الحمد لله رب العالمين. اللي بواسينا واللي بيخلينا نشعر ان احنا طالعين والكرة الطائرة بخير ان في عنا شباب من الفئات العمرية، الشباب والناشئين، وهذا بتبشر بمستوى جميل لكرة الطائرة. توج البطل خالد الزاغا بلقب بطل أبطال بطولة فلسطين 2014 ببناء الأجسام، والتي نظمها اتحاد اللعبة بمدينة رام الله. وقد شارك في المسابقة 55 لاعبا بمختلف الأوزان ومن عدة أندية على مستوى محافظات الوطن الشمالية. هذا وقد منح البطل محمود بدران كأس الروح الرياضية العالية. احتضنت صالة المركز الكوري الفلسطيني بمدينة الخليل يوم الجمعة الماضي بطولة فلسطين المفتوحة للجودو وسط مشاركة أكثر من 130 لاعبا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية. البطولة التي حملت اسم المرحوم هاني الحلبي، تفاصيلها مع مصعب أبو سيف. مواجهات مثيرة ونزالات قوية شهدتها منافسة بطولة فلسطين المفتوحة للجودو التي أقيمت الجمعة الماضية على صالة المركز الكوري الفلسطيني بمدينة الخليل. البطولة التي حملت عنوان بطولة المرحوم هاني الحلبي الرئيس السابق لاتحاد الجودو شارك فيها 130 لاعبا ولاعبة من 7 أندية فلسطينية، فيما منع الاحتلال الإسرائيلي لاعبي غزة من الوصول لمدينة الخليل للمشاركة في البطولة. هاي البطولة بعتقد انها بطولة كتير جيدة، راح تفرز عدد من اللاعبين اللي احنا راح نشتغل عليهم ونأهلهم لأولمبياد 2016 في البرازيل. وشهد حفل الختام توزيع الكؤوس على اللاعبين الفائزين، حيث توج اللاعب وسام أبو رميلي بكأس المركز الأول عن فئة 73 كيلوغراما،
وبلال النتشي عن فئة الأشبال، وزياد بركة عن فئة الناشئين، فيما توجت هديل أبو رميلي عن فئة الفتيات. المنافسة كتير قوية، في عدد كتير. بستعد لبطولة العالم في أبو ظبي في 2015 اللي هي بتأهلني لبطولة العالم في البرازيل 2016 اللي أقدر أحقق فيها ميدالية ذهبية إن شاء الله وأرفع علم فلسطين. جدير بالذكر أن اتحاد الجودو يعكف على رفع مستوى اللاعبين المحليين وزيادة خبرتهم عبر تنظيم 4 بطولات محلية خلال العام القادم، والمشاركة في بطولات دولية في ألمانيا واليابان. شهدت صالة لاكي للبلياردو يوم الجمعة الماضي بمدينة رام الله بطولة رام الله المفتوحة، وذلك بمشاركة 47 لاعبا من مختلف المحافظات الشمالية. وحصل اللاعب مراد أبو هنتش من مدينة طول كرم على المركز الأول وجائزة مالية بمبلغ 1500 شيكل، في حين ظافر فادي أبو رداحة من مدينة رام الله بالمركز الثاني وجائزة مالية قدرها 500 شيكل. في الأخبار الدولية، نجح ريال مدريد الإسباني في إضافة لقب جديد لخزانته بعد أن تمكن من إحراز لقب كأس العالم للأندية على حساب فريق سان لورينزو الأرجنتيني بفوزه عليه ب2 دون مقابل. سامح داود وكل التفاصيل. لقب جديد يضاف لخزائن الفريق الإسباني ريال مدريد. كأس العالم للأندية هو اللقب الذي لم يحصده الملكي من قبل، حيث تغلب على فريق سان لورينزو الأرجنتيني في المباراة النهائية ب2 نظيفين على ملعب مراكش الدولي. ريال مدريد بطل أوروبا شارك في البطولة التي أقيمت في المغرب من الدور نصف النهائي، وكانت مباراته الأولى أمام كروز أزول المكسيكي واكتسحه برباعية نظيفة. المباراة النهائية أمام سان لورينزو الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية انتهت ب2 نظيفين، رأسية من راموس وتسديدة من بيل، كانت كفيلة بوضع كتيبة أنشيلوتي على رأس هرم الرياضة العالمية. وشهدت نسخة هذا العام من كأس العالم للأندية تألق ممثل قارة أوقيانوسيا فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي الذي احتل المركز الثالث في البطولة بعد هزيمته لممثلي إفريقيا والكونكاكاف. فوز الملكي بكأس العالم للأندية وضعه في مقدمة الأندية الإسبانية وأكثرهم تتويجا بالألقاب، حيث وصل للقبه 79 متفوقا على غريمه التقليدي برشلونة صاحب 78 لقبا. ضغوط كبيرة ينتظرها لاعبو ريال مدريد وجماهيرهم في الأيام القادمة، والمطلوب هو الحفاظ على نتائجهم المبهرة في العام 2014 وتكرارها في العام الجديد، فصدارتهم للدوري الإسباني بحاجة لجهود مضاعفة حتى التتويج باللقب، فيما ينتظرهم ديربي أمام الجار أتلتيكو بدور 16 ضمن بطولة كأس الملك. أما التحدي الأكبر فيكمن في الحفاظ على لقبهم الأوروبي. في الخبر الأخير، قال إدواردو بايس رئيس بلدية ريو دي جانيرو البرازيلية إن استعدادات مدينته لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 2016 تسير حسب البرنامج الموضوع، وإنه يتوقع اكتمال المقار والمنشآت في الموعد المحدد. وذكرت تقارير إعلامية أن اللجنة المنظمة تواجه تحديات بعد أن اكتشف علماء في مركز أبحاث محلي في المدينة وجود بكتيريا تقاوم المضادات الحيوية في المياه التي يفترض أن يستخدمها الرياضيون في منافسات الشراع الأولمبية بسبب تسرب مياه الصرف الصحي إلى خليج جوانبارا، إلا أن المنظمين أكدوا أنهم سيحلون المشكلة قبل حلول موعد المنافسات في آب 2016. قبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. الفدائي يكثف استعداداته للحدث الآسيوي ويتعادل مع التنين الصيني بدون أهداف. بيرزيت ودلسال القدس في نهائي كأس فلسطين لكرة السلة، والجودو وبناء الأجسام يتوجان أبطال عام 2014. للمرة الأولى في تاريخه ريال مدريد يتوج بلقب كأس العالم للأندية. إلى هنا أشكر لكم طيب المتابعة، وعودة إلى الزميل محمد علوي.